السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الوصفة تاع نهار اليوم البنات كما راكم تشوفوا المتوم. هنا اول حاجة بديت بالكفتة نتاعي نقومها، درت لها هنايا شوية ملح، وندير لها شوية هكا نص مغرف تاع كمون، وراس المغرف تاع فلفل اسود، الحب الكحلة. المهم وندير بياض بيضة، هنا عندي بياض بيضة، وندير الثوم المتوم. كي نسمعوا المتوم اكيد الثوم. ندير مغرف مليحه من الثوم، ندير مغرف صغيره من السمن يعطي الكفته نتاعنا واحد الطراوه والبن ويعطيه بنه. هنا ها هو الثوم تاعنا تقريبا 4 سنينات نتاع الثوم، ومغرف كبيره تاع لا شابلور اللي هو الخبز اليابس، الخبز المرحي. المهم نمزج هاد الخليط نتاعي، ندخل هذيك المكونات والقوام وديك البيضه، ندخلهم مليح مليح في الكفته نتاعي. هنايا هاد العفسه نتاع الكفته كيفاش نديروا لها باش تجي طريه، تجي طريه يا البنات تذوب في الفم. هنا نغطس يدي في الماء، نحط الماء حدايا، نغطس يدي في الماء، عاد نهز البوله نتاع الكفته هكا، نهز الحبه تاع الكفته ونبدا نشكلها على كريات صغيره. المهم نحطها هكا، نوجدها هي الاولى باش نكحزها عليا من الطريق، ونمشيو عاد نوجدوا المرقه نتاعنا ولا المرقه نتاعنا، المرقه تاع المتوم. المهم البنات هنا نكمل كاع الكميه هذه اللي راها عندي تاع الكفته كيما راكم تشوفوا امامكم. من بعد نجيب بابي سلوفان نغطيها، ولا غطيها بساشي ولا انت حره. المهم مهم لازم تغطيها ولا ديرها في علبه. المهم نديروها في الفريجيدار حتى طيب معايا، يطيب معايا الحمص والدجاج، ومن بعد عاد نرمو الكفته نتاعنا. ديرها في الفريجيدار. ومن بعد جبت الكوكوطه نتاعي، درت فيها حبه بصله صغيره، لازم تكون بصله صغيره، وعندي هنايا الدجاج. شوف البصله نتاعي كنت اشيتها في الاشوار. المهم كما نتوما تنجموا ترحوها، تنجموا ترابوها كما تبغوا ديروا لها البصله. المهم بصله صغيره. نجيب عود قرفه ما يكونش كبير هكا، الا عود كبير قسميه على زوج. المهم ونجيب مغرف سمن، ودرت مغرف تاع الزيت. هنا نجيب حوالي 4 سنينات نتاع الثوم، 4 سنينات ولا 5 تاع الثوم. ونجيب الدجاج نتاعي نحطه على هذيك البصله، وندير الملح، مغرف صغيره مع مراش تاع الملح، نص مغرف تاع كمون، فلفل اسود، وكما تشوفوا درت نص عود تاع قرفه، ونحطه يتقلى. نحط ديك البصله نتاعي تتقلى. مين يتقلى لي الدجاج مليح مليح وتذوب معايا هذيك البصله. هنايا ما بانش المرحله كي درت كاس صغير تاع الحمص اللي كنت مرغناه، يعني كنت منقعاه في الماء من قبل وديرها في الكونجيلاتور. درت كاس تاع الحمص صغير. المهم راني نديرها هنايا بعد ما تقلى لي الدجاج، نمرق، نديرها مع حامي يحمالي ماء ساخن، وهنايا ونمرق. ومن بعد طابلي هنايا بعد ما طابلي الحمص والدجاج، جبت هذاك الدجاج على جهه، ومن بعد نقعد نحط في هادو لي بول تاع الكفته نتاعي، نستفهم هكا في الطاجين تاعي، ومن بعد نخليه يطيب على خاطره. هنا في هذه المرحله نقصوا لها النار ونخلو الكفته تاعنا طيب في خاطرها، وتشرب هذيك لاصوص اللي راها في الكوكوط. وها هو البنات بعد ما طاب انا حمرت هذاك الدجاج نتاعي، كنت فوتته في المقله في شويه نتاع الزيت، ونحطه هكا هو الاول باش نستف عليه الكفته والحمص. نعرف كيفاش نستفهم. نحط الدجاج هو الاول في لاصياس نتاعي في الطبسي نتاعي، ومن بعد عاد ها هو شوفوا لاصوص كيفاش جات مجمره، خليتها حتى عقدت وتجمرت معايا. وهنا نجو نحطوها مع بعض. شوفوا هنا نستف الكفته هكا على الجناب
مع الحمص، نزيد لاصوص، ومن بعد كنت قليت شويه لوز في شويه تاع الزيت، في مغرف تاع الزيت قليته، ومن بعد نجي هكا نحطه من الفوق. هنايا البنات يجي ولا اروع هذا الوصفه هذه تاع المتوم. انا درتها شحال من مره، نديرها شحال من مره هاكا يجيني ضيف، يجيني نديرها بزاف باسكو بنتها ولا اروع. ان شاء الله تجربوه، على بالي اكيد اكيد انكم يعجبكم، سيرتو بهذه لاصوص بلون. كيما شفتوا ما درنا لها والو، درنا ملح، نص عود قرفه، شويه كمون، شويه فلفل اسود، هذا ما درنا. المهم البنات، هذا هو الطاجين تاعنا ولا المتوم تاعنا. ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وان شاء الله يعجبكم وتجربوه، وخاصة المبتدئات نقول لكم جربوه وفرحوا به نتوما، باسكو سيرتو جربنا العفسه كي تكوني تعلمي الطياب، تبغي ديري حاجه بنينه وتفرحي بها قبل ما تفرحي بها شي واحد. هنا نستف اللوز نتاعي كما راكم تشوفوا. هذه هي الوصفه نتاعنا تاع نهار اليوم اللي هي المتوم. ما بقى لي غير نقول لكم بسلامه عليكم، الى الملتقى ان شاء الله. ما تنسونيش خواتاتي بلي لايك شابين نتاعكم والدعم، لان راني نتعب بزاف في القناه ومانيش لاقيه، ما كانش يعني دعم، ما كانش، ما راهاش طالعه عندي القناه، بصح معليش. نمد لكم دائما جديد بصحتكم.